اعتراف واضح وصريح على الدور ديال ميليشيات البوليزاريو على لسان ناطقها الرسمي بفرنسا. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد. التصريح ديال ابي بشرايه البارح ولا شنو سميتو فرونس 24 راه ماشي مجرد هضره ودازت، راه اعتراف خطير باش انه يقول باللي شي وحدين الا قبلوا الحكم الذاتي راه المغرب غادي يطالب باراضيه التاريخيه واللي هي حق المشروع. راه ما تيهضرش على الصحراويين هنا اللي تيتاجروا بهم ولا تقرير المصير اللي صدعوا لنا راسنا به، هو تيهضر على الخوف الكامن في اللاوعي ديال الجزائر. بمعنى اخر، ميليشيات البوليزاريو كتعترف بفم ديال الناطق الرسمي ديالها انها مجرد اداه تتخدمها الجزائر باش تهرس المغرب، راه ماشي باش تحرر شي شعب كما تيقولوا في شعاراتهم الرنانه. هما باغيين يسدوا الطريق قدام المغرب باش ما يرجعش الاراضي ديالو. هادشي راه ما بقاش قضيه صحراء ولا قضيه شعب كيف ما تيغنيو، هذه راه حسابات اقليميه بتفكير جزائري وخوف من تغيير موازين القوى في المنطقه. وحنا عارفين ان الجزائر مجرد دوله وظيفيه دايره بحال ديك القراده اللي تتلصق في عنقرتك. البارح بالتصريح ديالو طاح القناع نهائيا ديال البوليزاريو، راه ما حركه التحرر ما دفاع ما بهم صحراويين ما والو، هما مجرد هراوه او لا مجرد واحد الحجره في الصباط مخدماها الجزائر باش توقف المغرب على استرجاع اراضيه اللي تقتطعت بليطو منه ابان الاستعمار. اليوم احنا ما كنهضروش على الحكم الذاتي والمشروع ديالو لانه صافي دزنا ديك المرحله، والحكم الذاتي دابا غيطبق بمشروع اممي. النقاش الحقيقي هو واش بصح دوك المحتجزين المغاربه اللي كاينين في المخيمات واش بصح البوليزاريو والجزائر تدافع عليهم او لا تيتاجروا قضيتهم لمصالحهم الشخصيه. التصريح ديال ابي بشرايه راه ما كانش